طبعا زي ما حضراتكم عارفين اننا داخلين على الصيف، وزيادة حرارة الموبايل ليها اسباب كتير جدا، وانا هعمل لها اجزاء. وده الجزء الاول منها، الاشياء او الميزات او الخواص اللي بتكون موجودة في الموبايل بتسخن الجهاز، ولازم تحافظ على جهازك بمناسبة اننا داخلين على صيف. فتعالى هقولك 3 منهم في الجزء الاول. اول حاجة ممكن تسخن موبايلك جامد، الإضاءة بتاعة الموبايل بتاعة الشاشة. شايف الإضاءة دي كده؟ الإضاءة دي لو حضرتك حابب تجربها وتتأكد من المعلومة، ارفع الإضاءة جامد، وأقل من دقيقة بس هتلاقي الموبايل نفسه سخن وقريب ينفجر معاك. وتاني ميزة عندك هي الداتا. شايف الداتا دي انت بتستخدمها لما بتشغل الداتا. النصيحة بقى اللي انا هقولها لك في الصيف، شغل الداتا، اعمل اللي انت عايزه واقفل الداتا، لان الداتا دي لما بتشغلها اكيد الموبايل بيبحث عن الشبكات، واكيد الموبايل بيقوي الشبكات، فده بيكون سبب في تسخين الموبايل معاك. ولو حضرتك شايف زي ما حضرتك شايف، انا عمال اعلي الاضاءة واوطي الاضاءة وهي بتشتغل اوتوماتيك. فبالنسبة للاضاءة ممكن تظبطها تكيفي او تنزلها، ولما تخرج تحت اشعة الشمس او لو مش محتاجها بلاش منها. تالت عيب معانا وهو الجرابات، انواع الجرابات نفسها. ده جراب سيليكون شفاف، ده بيكتم التليفون، بيكتمه حرفيا بيكتمه. وجرب تشحن الموبايل بيه مرة، وجرب لو انت بتستخدم الجراب ده، جرب ترفع الجراب ده مرة اثناء الشحن وتشحن الموبايل، وجرب تشحنه والموبايل موجود فيه. هتلاقي في اختلاف وفي فرق في درجة الحرارة نفسها لما بيكون الجراب ده راكب او ما يركبش. وعندك الجراب التاني، الانواع التانية اللي هو الجراب الاسود. الجراب الاسود ده يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه، بس اكيد حضراتكم كلكم عارفين ان الجراب الاسود او اللون الاسود بصفة عامة بيكون سبب في زيادة السخونة وامتصاص الحرارة. وعندك انواع الجرابات دي برضو بتكون شغالة، لكن مش نفس الجراب الاسود. يعني انت ممكن تجيب جراب زي ده بس يكون خامة كويسة. خامة كويسة هي هتسخن معاك الموبايل، بس مش هتسخنه زي الجرابات التانية اللي بالشكل ده كده. يعني دول 3 انواع جرابات، ده افضلهم بالنسبة للسخونية، ده افضل نوع جراب بالنسبة للسخونية. ده مش هيسخن معاك الجهاز بدرجة الحرارة دي. ولو لسه حابب تكمل معانا في ارتفاع درجات حرارة الهاتف، لازم تعمل متابعة عشان يوصلك كل جديد، لان انا هعمل ليها اجزاء ان شاء الله.